تعالوا النهاردة نعمل رز العزومات الأصفر بطريقة سهلة. عندي حلة على النار فيها زيت وهحط لها معلقة سمنة. هنزل ببصلاية مقطعة صغير، والمقدار ده الكيلو رز. البصلاية أول ما بتاخد لون بسيط خالص بنزل بالبهارات. عندي معلقة كبسة، معلقة كركم، ملح، فلفل، ورشة حبهان بودر، ولومي، وقرفة، وقرنفل، وورق لورا. بقلبهم اول ما بتطلع ريحتهم بس مش اكتر. بنزل بطماطمايه مقطعه وقرن فلفل اخضر مقطع. بقلبهم حوالي دقيقه كده. وبنزل كمان عندي بسله وجزر مقطع، هو ده مفرز عادي مش اشكال. وبقلبهم مع بعض كده هيبقوا بالشكل ده. هنزل بقى بالميه المغليه. واذا عندك شوربه ممكن تعملي كله بشوربه او تمزجي بين الشوربه والميه. انا زودت بشوربه عادي بيبقى لذيذ جدا. هنا هنزل بكبشتين شوربة. الشوربة بتظبط طعمه خالص. اول ما بيغلي حوالي اديله دقيقة كده يغلي فيها، بنزل بالرز المغسول ومتصفي، ده رز مصري بنزل بيه. وتقدري تعمليه برز بسمتي، بس بتزودي معيار المية مرتين. الرز المصري معيار المية قد الرز بالظبط. وبظبط المية وبظبط الملح. هنا زودت بشوربة عشان اظبط المية بتاعته، وبظبط الملح بتاعه بقى بغطيه واسيبه يتشرب. واول ما بيتشرب بحطه تحت الشياطة، وبعد كده بسيبه ربع ساعة وارجع اقلبه. وبعدين بسيبه ربع ساعة كمان وبقدمه بالشكل ده. بيبقى تحفة جنب مشويات او جنب اي حاجة في العزومات، بيبقى جميل وبيبقى لذيذ. جربوا الطريقة دي وما تنسوش بقى اللايك والاكسبلور والتعليق الحلو.